بيان إلى الرأي العام في هذه المرحلة المصيرية والحساسة التي تعيشها شعوب المنطقة. تعرضت ولا تزال تتعرض لهجمات وحشية واعتداءات وانتهاكات متكررة واستهداف لكافة المكونات من قبل الدولة التركية الفاشية، وذلك عبر استخدامها لكافة أنواع الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا، وآخرها استهدافها لقوات الدفاع الشعبي، إذ تستمر دولة الاحتلال التركي في الانتهاكات والعدوان على الشعوب الآمنة، ضاربة بالأعراف والقوانين الدولية عرض الحائط. وتواصل دولة الاحتلال التركي استهدافها لقوات الدفاع الشعبي بالأسلحة الكيماوية والقنابل التكتيكية النووية والمصنفة محرمة دوليا، في ظل الصمت الذي تمارسه الدول التي تدعي الديمقراطية. كذلك الأمر بالنسبة للمنظمات الأممية والدولية التي يعتبر هذا الأمر من اختصاصها، كمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وغيرها من المنظمات الحقوقية. فتركيا تمارس إرهاب دولة، وهي تستخدم هذه الأسلحة المحرمة دوليا وأمام أنظار العالم، وبالأخص شركائها في حلف الناتو الذين يزودونها بهذه الأسلحة، فهم إذ يعتبرون شركاء في هذه الجرائم التي تمارسها تركيا بحق شعوب المنطقة. وهناك الكثير من الوثائق والأدلة التي تدين تركيا وتؤكد على استخدامها لهذه الأسلحة دونما أن يحرك العالم ساكنا. ندعو جميع القوى الديمقراطية والمحبة للسلام في العالم أجمع للتضامن مع الشعب الكردي وقوات الدفاع الشعبي والطبيعة التي تتعرض للتدمير والإبادة. نحن جرح الحرب نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمدنية والشرفاء في هذا العالم والدول الضامنة للحد من هذه الانتهاكات ومنع مشروع الإبادة التركي بحجة أمنها القومي. كما نؤكد لقواتنا بأننا سنكون جنبا إلى جنب في حماية أرضنا ومكتسبات ثورتنا وحماية إرث شهدائنا حتى تحقيق النصر على الإرهاب والمعتدين.